المحاسبة. هذا التقرير الرسمي اللي سألحقه في الاستجواب صدر من ديوان المحاسبة. من ديوان المحاسبة. نعم. في 20/10 شوف في المشتريات هو يتكلم عن 3 أقسام، صرف نعم. 23 مليون في هدايا، 9 مليون منها أثناء الانتخابات. 9 مليون منها أثناء الانتخابات، صرف منها 2 تقريبا. نعم. ثانية بالمشتريات. شوف المشتريات، يا ليت بس انا اذا في كاميرا على اساس يا ريت لو ثبتها بيدك دكتور. طيب. حتى يقوم المخرج يعني شوف هذه الان على الشاشه الشرط عليها. نعم. شوف 577 بند لا يوجد لها متعهد، تعادل قيمتها اكثر من 15 مليون دينار. هذا اللي انت مشير لها باللون الوردي. شوف لا يوجد لها متعهد. لا يوجد لها متعهد. شوف الباقي موجود وهذه محطوط خط. شوف نعم. هذه صفحة ثانية. ماذا يعني دكتور أن لا يوجد لها متعهد؟ ما هو التفسير؟ هذا السؤال اللي كان المفترض يجيبونه هم. نعم. هذا اللي لما كانوا يريدون المعالجة كان المفترض يعالجون هذه الأمور، لذلك الشك لا زال قائم والشبهات التنفيع موجودة في هذا الكلام، راح نستعرض الآن بعضها. هذه عفوا دكتور مبالغ صرفت ولا يوجد تحديد للمتعهد وغير محددة الجهة التي تم أخذ منها هذه تخيل أخي الكريم البضائع أو الهدايا إذا جاز لي التعبير. تخيل شوف هدايا. نعم. هدايا دون تعريف شنو هذه الهدايا. 197 ألف دينار. 167 149 340 224. هذا دنانير ولا آلاف؟ آلاف. اي دون تحديد. شوف تخيل معي في هذا اليوم في 11/9. نعم. ودون تحديد شوفها 4 مليون دينار ونص. هدايا دون تحديد تفاصيل، لذلك وقيس عليها. لمن قدمت دكتور هذا السؤال اللي ما أجيب، لذلك ديوان المحاسبة أدان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بأن لم يسلم الوثائق لديوان المحاسبة لتعرف نوع الهدية أو لمن أعطيت وأسباب إعطاء لها ومن شريت. لذلك أنا بعد إذنك عفوا دكتور خليني أنا أعرضها لك على الشاشة بشكل بس أنا أوضح. في نقطة بس أبغى أوضحها لو سمحت. نعم. شوف هدايا مجسمات ب47 ألف دينار. مجسمات قيمة بيتين. هدايا عطور وبخور ب21 ألف دينار. هدايا مجسمات الكويت القديمة، المجسم العادي نعم ب67 ألف دينار. هدايا مجسمات. طيب وين المشكلة في هذا أمر وارد أن يتم تبادل هدايا نتيجة لوفود زوار. أنا عندي مجسم عن الكويت معين. مجسم عن الكويت كم قيمته؟ والله يعتمد يعني 160 ألف هدايا مجسمات ودروع. أنا شو أتكلم عنها أخ بسام؟ نعم. هذه ملايين. ها؟ كان مجموعها ملايين لكن نعم. متفرقاتها آلاف. 160 ألف و170 ألف في يوم واحد، في يوم واحد 4 مليون ونص. أنا شنو كنت نعم. وهذا تقرير ديوان المحاسبة. شوف شو يقول ديوان المحاسبة عن مثل هذه الأشياء. نعم. يتكلم عن قضية أن الديوان يدين ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء برفض تسليم الوثائق حتى يتم التأكد من مثل ما قلت الهدايا وأسباب إهدائها ولمن أهديت ولماذا الحصر بالشراء من موردين محددين. شوف إداناته في الأسماء تكلمنا عنها، في تحديد المخالفات والجهة والأشخاص المسؤولين عنها، تطبيق ديوان المحاسبة لنظام مالي غير معتمد من وزارة المالية. ديوان الرئيس الرجل التنفيذي الأول لا يلتزم بالقوانين المالية اللي تقرها وزارة المالية. ضعف إجراءات الرقابة الداخلية داخل ديوان سمو رئيس الوزراء. استخدام اعتمادات مالية مخصصة لبرنامج ديوان الرئيس لجهات أخرى، شراء هدايا في جهات أخرى بالمخالفة للقواعد الميزانية اقتصار شراء الهدايا على عدد محدد من الموردين. مو بس الحين ما سموا الموردين بل الشراء أيضا بالمعروف من محدد. يعني شيوع المسؤولية وعدم تحديد المهام. قيام بعمليات شراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة. في المصفاة كنا نتكلم على قضية وجوب أخذ الجهات الرقابية.